السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم معايا في وصفات امي امن ناجحه. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ان شاء الله اليوم وصفه جديده ولا اقتراح جديد على القناه، اقتراح صيفي طبعا غير مع الوصفات الصيفيه. الحال سخون دابا. المهم غادي نحضر معكم واحد الاكله اللي خفيفه ورائعه، غادي نحضروها بالخضر والبيض. غادي نكونوا اليوم نباتيين، ما كاين لا لحم لا حوت لا دجاج، والنتيجه كتجي رائعه. هاد الوصفه تقدروا تاكلوها بارده ولا سخونه، كما انكم تقدروا تاخذوها معكم في خرجات ولا. المهم نتيجتها كتجي غزاله وكتجي لذيذه، وهي في المكونات ديالها بسيطه ورائعه. ندوزو ان شاء الله نتعرفوا على الطريقه والمكونات. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات عندي هنا واحد الكميه من البطاطا، بالضبط عندي واحد 6 ديال الحبات ديال البطاطا اللي الحجم ديالهم متوسط. تقريبا غادي تكون عندي هنايا شي نص كيلو ديال البطاطا. دابا نعبرها ونخلي لكم طبعا في صندوق الوصف بالضبط شحال ديال، يعني شحال بالغرام. حكيتها في الحكاكه الغليظه كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. ما غاديش نصفيها من الماء وما غاديش نعصرها، غادي نخليها بالماء ديالها وغادي نتبلها. احتاجيت واحد شويه ديال الملحه، تقريبا واحد نص معلقه صغيره ديال الملح، شويه ديال السكينجبير حتى هو تقريبا نص معلقه صغيره ديال السكينجبير، واحد راس معلقه ديال البزار ولا الفلفل الاسود. انا هذا عندي الابيض، ديروا اللي بغيتوا الاسود ولا الابيض اللي بغيتوا مهم. وعندي الثومه غبره، الا كانت غادي ديروا معلقه صغيره، ما كانتش غادي تحكوا واحد 2 ضريسات ديال الثوم. وعندي المعدنوس، انا عندي هنايا هذا الجاف، المهم نسمو الا كان طري من الاحسن. واحتاجيت لشويه ديال الاوريغانو ولا الزعتر، تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر كنحكوها ما بين يدينا باش كتعطينا، يعني باش كيطلق الريحه ديالو. هنا غادي نضيف عليهم واحد البيضه باش غادي نجمع هاد البطاطا ديالي. المهم بيضه وحده راها كافيه في هذا القياس هادو. ما عدا الا كثرتوا مثلا درتوا البطاطا بزاف تقدروا ديروا 2 بيضات باش كيتجمع لكم الخليط. غادي ناخذ واحد الطاوه اللي غادي تدخل ليا الفران، غادي ندهنها مزيان بالزبده باش ملي نحط فيها ديك البطاطا ما غاديش تلصق. ومني غادي نجي نحطها مثلا في طبق التقديم كنحطها بكل سهوله، ما كتلصق ليا منا والو. غادي ناخذ هاد البطاطا وغادي نحاول يعني ندير فيها نلبسها بهاد المول، يعني باش تاخذ ليا لا فورم ديال هاد المول. تقريبا هاد الوصفه راها كيش بلا، يعني بلا عجينه، يعني بلا دقيق، كيش غير بالخضر وبالبطاطا. يعني الطبقه الرئيسيه كنديروا هي البطاطا بحال الطبقه ديال العجين، ومن بعد كنضيفوا ليها الخضر الاخرى. كيف ما شفتوا خدات هاد البطاطا خدات ليا هذاك لا فورم ديال القالب. صافي غادي ندخلها الفران. ديجا شعلته قبل ما نبريباري البطاطا، شعلته على 220 درجه وحطيته غير في التحت كيف ما كتشوفوا. المهم واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه الماكسيموم ديك البطاطا كتكون طابت. المهم ردوا معاها البال كتكون نشفات وطابت، راها طبعا دغيا كطيب. في هذا الوقت اللي دخلت ليه اللي كيش غادي ندوز نحضروا الخضر ديالنا. بالنسبه للخضر كيف ما قلت لكم هنايا اليوم ما كنديروش لحم لا حوت لا دجاج لا والو. الخضر اللي عندكم متوفره في الدار اللي بغيتو، الشيفلور، المهم اللي بغيتو تقدروا ديروا. غير بالنسبه ليا انا كيف ما شفتوا هاد الخضيره اللي شويه كتشد الوقت، درت واحد تقريبا نص كاس ديال الماء، درتو غير في المقيله كيف ما كتشوفوا. حطيت فيه الخضره ديالي، حطيت فيه الخضره هكا كتسلق واحد شويه. المهم غير كنشوفها بان ديك الماء غلا، كنسد على داك المريميطه ديالي وكنخليها كتشرب ديك الماء واحد 11 دقيقه كتكون جاهزه. وكيف ما شفتوني انا دزت الفران وبان ليا بان البطاطا طابت، حيدتها صافي ودزت باش نتبل هاد الخضيره ديالي. كيف ما كتشوفوا فيها الخضره، فيها الجزر وفيها اللوبيه الخضراء وفيها الجلبانه، هادو اللي شويه كيشدوا الوقت درتهم في شويه ديال الماء. ومن بعد ما طابوا عاد ضفت لهم الزيت، واحد 2 مغرفات كبار ديال الزيت، وضفت داك القريعه، وضفت واحد البصله مشلضه، وضفت هنا شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الثومه غبره، شويه ديال الفلفل الاسود ولا الابيض، وشويه ديال السكينجبير.
وشويه ديال الزعتر، تقريبا نفس التوابل اللي تبلت بهم البطاطا تبلت بهم الخضره، وزدت مازال شويه ديال زدت في هاد الخضر، زدت عليهم الكمون، وزدت شويه ديال الحار، يعني الهريسه اختياريه، ولكن الا درتوها في هاد الخضيره راه كتجي كتعطي واحد البنه لهاد الخضيره ديالنا. كيف ما كتعرفوا الخضيره كتبغي شويه ديال التوابل باش كتجي بنينه. الطريقه كيفاش طيبت انا هاد الخضره يعني ما خداتش معنا وقت كثير. كتاخذوا واحد مرميطه كديروا فيها واحد نص كاس ديال الماء، كتحطوا هذيك الخضيره ديالكم اللي شويه كتشد الوقت، بحال خيزو، بحال الشيفلور، بحال مثلا انا اللوبيه الخضراء، هادو حطيتهم واحد شويه ديال الوقت بما تشربوا ديك الماء صافيت، وكنضيف عليهم هذيك الخضيره الاخرى اللي ما كتشد الوقت، البصله والقريعه كيتشحروا هكا كنصوطيهم، كنخليهم كيتشحروا يعني كيطيبوا. من بعد كنضيف عليهم واحد جوج مغرفات كبار ديال الصلصه ديال الطماطم. الا ما كانش عندكم صلصه الطماطم حكوا واحد مطيشه وضيفوها باش كتعطينا واحد يعني ما كتجيناش الخضره ديالنا ناشفه وكتجي بنينه. صافي من بعد ما طابت ليا الخضيره رجعت للبطاطا، درت ليها واحد شويه ديال الفرماج الا بغيتو اختياري، حطيت واحد شويه ديال الفرماج وعاد حطيت هذيك الخضره كيف ما كتشوفوا، وعاودت شويه ديال الفرماج كيف ما قلت لكم. الا كان كيزيد بنه، الا ما كانش راه ماشي مشكل، تقدروا ما ديروش نهائيا. كان راه طبعا كيزيد حتى هو عنده دور في انه كيلذذ ديك الخضيره وكيجي الطبق لذيذ. صافي دابا هنا غادي ندوز باش غادي نحضر البيض. احتاجيت لواحد 4 ديال البيضات، وحتى الكميه ديال البيض صراحه على حسب. الا كان عندكم مول كبير وضعفتوا الكميه ديال البطاطا وديال الخضره زيدوا في الكميه ديال البيض. بالنسبه للبيض 4 ديال البيضات، وكل بيضه غادي نعطيها معلقه ديال الحليب بحال الطريقه ديال لاباريكيش. الا توفرت لكم القشطه الطريه ولا الكريمه غادي ديروا 4 ديال المعالق حتى هي. الا ما توفرتش راه غادي ديروا الحليب كيف ما درت انا، كل بيضه عطيوها معلقه كبيره ديال الحليب. نسنتهم شويه ديال المعدنوس، وضفت لهم شويه الفلفل الاسود ولا الابيض وشويه ديال الملحه. صافي وكنطرب هذا البيض عادي وغادي نخويه فوق هذيك الخضر. يعني هاد الطبقه ديال البيض كتجمع ليا ديك الخضره كلها، وكيجيني واحد الطبق اللي متماسك، كتجيني الشكل ديال الطورطيه هكا. يعني نقطعها يعني كيصلح لي انا كتعطيني واحد الشكل باش انني نقطعها كيف ما قلت لكم. الا بغيتو اصلا تخرجوها معكم كديموليوها وكتخرجوها وكتقطعوها طريفات راه كتجي غزاله. غادي نرجعها للفران. هنا الفران شعلته غير من التحت باش ما يتحرقش ليا ديك الفرماج. صافي وميم طو راه كيطيب من التحت ومن الفوق وكياخذ واحد اللون اللي زوين. البيض راه دغيا كيطيب، كلشي الخضره ديالنا طايبه، غير البيض واحد 10 دقائق هكا صافي كيكون الطبق ديالنا جاهز. هما نتوما كتشوفوا راه مازال كيغلي. غادي ندوز نزيد عليه واحد شويه للتزيين الا بغيتو ديال المعدنوس الجاف. صافي ونقطع الطورطه ديالي وتشوفوها كيف كتجي محمره وكتجي غزاله، وما تخافوهاش انها نهائيا تلصق معكم، ديموليوها بكل سهوله وراها لذيذه بزاف. الناس اللي بغاو يديوها معاهم راه هاد الطورطيه احسن ما غادي ديروا تديوها معكم للبحر ولا خرجه ولا المهم كلوها بارده ولا سخونه كتجي بنينه بزاف. نتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم. طبعا ما تبخلوش عليا بالاشتراكات واللايكات، وخليوا لي التعليق كيف جاتكم باش نعرف. كان هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم. الى فرصه قادمه ان شاء الله بحول